السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال يا رب العالمين. النهاردة تاني يوم في التصوير في المكان الجديد بعد ما جينا زي ما عرفتكم كده ووريتكم في الفيديو اللي فات. كان امبارح نزلت لكم فيديو ان انا غيرت مكان الطيور ونقلتهم من مكان لمكان تاني يا حبايب قلبي. النهارده تاني يوم اهو في الطيور زي ما انتم شايفين. بنبدأ الاول بالحمام، بروح الاول على البرج على الحمام افطره زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. حطيت لهم الفطار بتاعهم. انا مخلطه لهم علف على تشيشه على عيش زي ما قلت معاكم في الفيديوهات السابقه قبل كده، ان انا بجيب لهم عيش على علف على تشيشه، على رز شعير، اي خلطه كده. ولو في كلفه للحمام عادي بتنفع، مفيش مشاكل عادي، بس انا حاليا مش متاحه عندي الكلفه. فمتاح عندي علف وتشيش ورز شعير، وكان عندي عيش من الشفاه كده دقيته على ايديا وخلطتهم ببعض وحطيت لهم. يا حبايبي هم بيحبوا الاكل ده جدا و... ومتعودين عليه يعني، وزي ما انتم شايفين اهم بياكلوا اهم وهاجمين على الاكل. ده الحمام بتاعنا. السقايه دلوقتي هغسلها وهملاها ميه. وده الحمام الكبير اهو زي ما انتم شايفين بيجروا ورا بعض ازاي. الحمام الصغير اللي في الزغلول طبعا ابوه وامه بياكلوا الاول، وبعد كده بياكلوه عادي مفيش مشاكل. ياكلوا هم الاول، بعد كده بيروحوا على الزغاليل ياكلوهم لحد لما يبداوا يكبروا ويريشوا ويتعودوا على نفسيهم. برضو امهم وابوهم بيعلموهم الاكل. ازاي ان هم ايه بيبداوا يعتمدوا على نفسيهم يعني، ويعلموهم الاكل ان هم ياكلوا مع بعض لوحديهم بعد كده لحد ما بيريشوا بقى ويبداوا ايه يتعاملوا مع بعض. وبتيجي بقى النتاية والذكر تولف من جديد وتبدأ ان هي ايه تجهز للبيض من جديد. اول ما عيالهم يبدأوا ان هم ياكلوا ويعتمدوا على نفسهم وخلاص يبدأوا يولفوا ويبدأوا تاني ان هم ايه يستعدوا للبيض تاني يا حبايب قلبي، علشان ايه يشتغلوا تاني وينتجوا تاني يعني. الحمام بتاعنا بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه اهوت زي ما انتم شايفين كده. لازم ناخد بالنا بقى حبايبي من الحمام. ان احنا التربية الصح اول حاجة النظافة تحت منه. اهم شيء ان انت تنظفي تحت الطيور ايا كان حمام فراخ بط. اهم شيء تحت الطيور هي رقم واحد للتربية الصح، وان انت تستمري صح وتاخدي انتاج صح، من اذا كان بقى انتاج حمام زغاليل، اذا كان بيض من الفراخ، اذا كنت مرقدة بط، اي نوع طيور ايا كان لازم ولابد النظافة رقم واحد في التربية، هي النظافة تحت الطيور. انا كنست البرج ونضفته. طبعا هم مبعترين اكل فيه عادي كده، بس انا ما رضيتش افرش لهم تحت تبن ولا نشاره ولا حاجه. الحمام ما بيتفرش تحته حاجه، وهو لما بيعوز يبيض بيقشقش لوحده كده وبيعمل لوحده مكان يبيض فيه. هو بيعتمد على نفسه وبيقشقش مع نفسه كده. القش بتاعه لقى قش لقى حاجة بيسحبها ويجيبها ويبيض فيه. ده الفيديو الحمام بتاعنا. فطبعا النظافة وان هو يقشقش ويعتمد على نفسه، كل ما بتسيبيه يعتمد على نفسه بيبقى احسن بكتير. بيحب المكان بتاعه، هو بيبقى بنيه بنفسه بيحافظ عليه بيبيض فيه. بينام على بيضه ما بيقومش منه بيزهق، وانت طبعا منضفة تحته عشان ما يبقاش فيه حشرات ولا اي حاجة تقومه من على البيض. اهم شيء واساسي هي الحشرات، ان انت تنضفي علشان الحشرات دي تختفي تماما، ويكون تحتهم المكان نظيف يبداوا ان هم يبيضوا عليه، وان هم يشتغلوا على البيض ده يفضلوا نايمين. طبعا الذكر والانثى بيبدلوا مع بعض في البيض في موضوع النوم. الذكر بيقوم ياكل ويريح شويه، النتايه بترقد مكانه شويه، بيفضلوا راقدين لحد لما بيطلع الانتاج بتاعهم يا حبايبي. دي الفراخ بتاعتنا اهي والبط زي ما احنا شايفين كده حبايب قلبي. مستنيين نحطهم الاكل. انا دخلت عشان احط لهم الاكل والحاجه. طبعا انا جمعت البيض وهعمل لكم فيديو عن البيض لوحده، عشان البيض انا لقيتهم عاملين لي مفاجاه في البيض. يعني ربنا يصلح حالك يا هبه يا رب ويرزقك بالحلال ومن وسع. انا قعدت كام يوم الفراخ ادخل ما الاقيش الا بيضه، ساعات وساعات الاقي بيضتين وساعات ما الاقيش خالص. يا اخواتي الفراخ دي قطعت بيض ولا ايه؟ عشان انا غيرت المكان. كل شويه ادخل ادور ما الاقيش، إن لقيت بيضه ما بلاقيش التانية، وارجع تاني اقول ايه يمكن هم عشان غيروا المكان ولا حاجة قطعوا ايه قطعوا بيض. فما خدتش ولا اديت بصراحة لحد ما جيت في يوم ديك استخبى مني في مكان كده، ودخلت علشان ابص على المكان دوت واشوفه. ما كنتش مديه اخوانا خالص ان هم ممكن يكونوا بايضين في المكان ده كده. فببص يا حبايبي لقيت المفاجأة، لقيت بسم الله ما شاء الله البيض متكون في المكان ده، وهم كانوا في المكان ده اساسا بيبيضوا فيه وانا معرفش وما شفتهمش.
كنت ان انا ايه بدخل احط الاكل وابص كده في الاول واروح جايه ماشيه وخلاص. ما كنتش يجي في بالي ويخطر في بالي ان هم يبيضوا في المكان ده. فبسم الله ما شاء الله لقيت الله اكبر مكومين البيض كده، اتفاجئت بيه، ناديت البنات بصوا فرحوا بيه، ولميت البيض واخدته. طبعا انا صورت لكم فيديو هنزله لكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، هوريكم البيض المفاجأة اللي كان انا لقيته، وكان الفراخ بتبيض في مكان وانا ما اعرفوش. طبعا بتبقى فرحة جامدة، بتحس ان في خير كده، وبتحس ان الدنيا لسه بخير. وان شاء الله ربنا يرزقنا يا رب، يرزقكم بالخير دايما والسعادة يا رب. بتبقى فرحة حلوة والله لما بتلاقي خير قدامك كده. فانا لقيت الفراخ ديت مكون لي البيض ده بصراحة، اخدته وقلت للعيال ده رزقكم، ربنا بعت رزق وربنا ايه ما بينساش حد. طبعا انا اهو حطيت لهم الاكل ده، الدكر اللي انا واخداه من هبه، ان شاء الله ينتج على خير كده يا رب العالمين بامر الله. ربنا يسهل لنا الامور كده يعني، يكبروا معانا ويحاولوا ان هم ايه ينتجوا معانا ان شاء الله يا رب العالمين. طبعا هننضف وهنشوف الدنيا وهنشوف الامور زي ما وعدتكم مع بعض كده بامر الله. هنحاول نظبط الدنيا مع بعض كده ان شاء الله يا حبيب قلبي. بدعمكم ليا ومساعدتكم معايا كده ان شاء الله نحاول نظبط مكاننا ونستقر بس كده. ادعوا لي بس ربنا ايه يهدي الامور واستقر، عشان خاطر موضوع النت بس شاغلني شويه، موضوع الباقه ده كده مخليني ان انا بس ايه ملخبط الامور شويه. كل ما بعمل باقه بترجع الباقه تخلص مني، ما بلحقش انزل فيديوهات كتير، وما بلحقش ان انا اصور. على بال ما بنزل الفيديو بيحمل نصه ونصه بيقطع معايا. فموضوع الباقه والنت ده بس هو اللي ايه مأثر معايا شويه بس. فان شاء الله يعني هتسامحوني اليومين دول. وربنا يسهل الامور كده. احاول اظبط باقه كبيره كده ان انا اعرف اشتغل بيها لحد لما اشوف موضوع الواي فاي معايا، ونشوف الامور والدنيا هترسي ازاي بامرك يا رب العالمين. احنا فطرنا طيورنا وفطرنا حمامنا، فطرنا دنيتنا اهوت، ظبطنا الامور كلها عندهم. وحطت لهم الميه والاكل، وهم كده فطروا تمام، والحمام كمان فطر. وزي ما انتوا شفتوا كده وصورت معاكم يا حبايبي. والحمد لله يا رب العالمين، ربنا يكملها بالستر والخير يا رب، ويرزق الجميع ويرزق الجميع ويصلح الحال يا رب العالمين للكل يا رب. ما تنسوش بقى الشير واللايك والاشتراك في القناة. اهم شيء اللايك يا حبايبي لو انتوا بتحبوني بجد يعني، ولو ليا عندكم معزة. ما تنسوش اللايك، اللي يتفرج يحط اللايك قبل ما يتفرج عشان ما ينساش، والمشاهدة الكاملة عشان انا لسه بجمع ساعات ومحتاجة الدقايق والمشاهدة الكاملة لحد اخر الفيديو. وان شاء الله تكبر بيكم يا حبايب قلبي ومساعدتكم معايا يا رب العالمين، وتكون فتحة خير عليا يا رب ان شاء الله. ادعولي. وده الفيديو بتاعنا النهارده، كان سهل كده معانا وحاجة بسيطة على الصبح كده، روتين الطيور على الصبح كده ونفطرهم. واحسن حاجة والله الروتين الطيور ده ان انا بحب اقعد جنب الطير كده والشمس والطير قدامي كده بيجري، بتبقى حاجة من الاخر يعني حاجة متعة يعني. معرفش انا بس ولا الناس كلها بتحب قعدة الطيور كده وان هي تقعد تبص للطير كده والشمس تبقى حلوة. وربنا يهدي الجو بقاله كام يوم اهو الشمس طالعة وحلوة. ربنا يهدي الجو يا رب للجميع يا رب، ويهدينا ويسترها